الحين؟ تشيلها الحين؟ لا خلينا ننظف اول وبعدين نشيل. اوكي طيب. اوريهم للدكتور ولا باقي؟ وريهم. ترى شنو الجبيرة وشفتها ما بالمويه. ادري والله، هو طلع كذا طلع حلو. تبغى توريهم بعدين على راحتك. اوكي. ما شاء الله. شوف شوفوا يا شباب، طالعوا هنا الاستقامة، الرفعة. هذا ارتفع يمكن 1 سنتي عن قبل. الأرنبة تحددت مع انه الجلد سميك. ثانيا الفتحات صغرت. لو تلاحظوا شايفين النقط البيضة دي، هذه الحبوب لانه الجلد كان مكتوم مدة اسبوع، فكل الافرازات فيه تجمعت هنا. حتروح مع التنظيف ومع الايام حتروح الحبوب البيضة دي. بس شوفوا ده. راح انظفها اسوي لها سكراب، مهتم بخشمي. اي لا انا عارف انك انت ما شاء الله عندك روتين مهم. روتين يقلدوك الناس بيسمعوا كلامك فيه. بس هنا الخيط. شوف الخيط. هذا الخيط الوزنية الخشم، لانه الغضروف اللي حاطه هنا موزون في الوسط بالخيط هذا، فابغى اشيله. فنبغى نتابع دحين نشوف وضع الخيط هذا ايش. هذا الخيط ما كل الناس يستخدموه، بستخدمه انا علشان اوزن الغضروف واسحبه بعد العملية باسبوع. 1 2 3 خلاص. رجعت؟ حسيت بألم؟ لا شوية بس. ابدا. متعود على آلام العيادة. ولا حيترك اثر ابدا هنا، فما يحتاج شيء. اللي نحتاج نسويه انه نعمل تنظيف هنا وهنا. اقدر اسوي لك سكراب وتنظيف كذا؟ لا لازم جنتل، لازم بخفه ونعومه، ما يكون في دعك وفرك وضغط، لانه هذا غضروف يمكن يتحرك من مكانه. بس نحن حندي فرصه للخشم للجلد انه يريح، وبعدين بعد 2 3 حنشرح لك كيف تحط اللزقات وتعمل مساج بالرولر ولا بالاصابع. يعني ما احطها اليوم. لا ما شاء الله ما شاء الله. شوف تعال اجلس هنا. شوف اجلس ولا انا وقفت؟ لحظه انا شوف. يلا احجز لي بكره عنده ان شاء الله اسوي. ما شاء الله ما غير شكلك مره.